شنو واقع دابا في الأخبار؟ في بداية ماي 2026 تم رصد بؤرة ديال فيروس سانتا على متن سفينة انفي هونديز اللي كانت جاية من أمريكا الجنوبية. الحالات تم تسجيل 8 الحالات مرتبطة بالبؤرة، منها 5 مؤكدة مخبريا و3 الوفيات. رد الفعل العالمي: منظمة الصحة العالمية خرجت ببلاغ رسمي نهار 7 ماي 2026 وأكدت بلي الخطر العالمي منخفض، وأن هذا الفيروس ماشي كوفيد جديد، وما كاينش دابا أي مؤشر على جائحة عالمية. شنو هو هذا الفيروس هانتا؟ فيروس هانتا هو معروف من زمان وقديم، ولكن السلالة اللي دارت الانتباه دابا هي سلالة الأنديس. المصدر ديال هذا الفيروس كينتقل أساسا من القوارض، الفيران والجردان، عبر البول أو اللعاب أو الفضلات ديالهم. طريقة العدوى: الإنسان يقدر يتصاب إلى استنشق غبار ملوث ببقايا القوارض أو لمس أسطح ملوثة من بعد ما لمس هذاك الحيوان فمه ولا بنيفه. واش كينتقل بين البشر؟ سلالة الأنديز تقدر تنتقل بين البشر، ولكن بصعوبة، بالاحتكاك المباشر وقريب بزاف، وماشي بسهولة بحال كورونا. ومازال الخبراء كيحققوا في بعض الحالات المرتبطة بالسفينة. الأعراض الأولى ممكن تشابه مع الزكام القوي وبعض الأمراض التنفسية: السخانة مرتفعة، ألم قوي في العضلات خصوصا في الظهر والفخذ، صداع وإرهاق عام. في الحالات الخطيرة كيوقع ضيق حاد في التنفس بسبب تجمع السوائل في الرئة. الوضع في المغرب: لحد الآن ما كاين حتى شي إعلان ولا تسجيل حالات في المغرب. الخطر الحالي كيبقى منخفض. المراقبة الصحية في المطارات والموانئ كتستمر بشكل عادي، خصوصا مع أي أمراض معدية كتشد اهتمام عالي. المغرب ولا عنده تجربة كبرى في التعامل مع الأزمات الصحية من بعد جائحة كورونا. كيفاش نحميو راسنا؟ النظافة: غسل اليدين بانتظام بالصابون أو المعقم. محاربة القوارض: سد ثقوب وتقابي في الديور والمخازن، وعدم ترك الماكلة مكشوفة. التهوية: إلا دخلتي شي بلاصة مسدودة مدة طويلة هويها مزيان قبل ما تنظف باش ما تستنشقش الغبار. الخلاصة: الفيروس هانتا اللي كيهضروا عليه دابا هو مرض مرتبط بالقوارض، وبعض السلالات تقدر تسبب في مشاكل تنفس خطيرة. الخبراء ومنظمة الصحة العالمية كيشوفوا أن احتمال يتحول لجائحة عالمية ضعيف بزاف، حيث انتقاله بين البشر محدود وصعيب مقارنة مع كورونا. الوضع حاليا تحت المراقبة دوليا، وما كاين حتى شي مؤشرات على حجر صحي أو توقيف الدراسة، وأي كلام كيهضر على هاد الشي في الغالب مجرد إشاعات غير مؤكدة. وحتى لهنا غيكون سال الفيديو ديالنا. كتب لينا الرأي ديالك انت في الكومنتير، وخلي لنا شي جيم واشتراك باش يوصلك الجديد.